علي فيموس صاحب. وانا مش فود بلوجر علشان اقول لك كل من عند المحل الفلاني او تعالى اشتري من الشخص العلاني، لا بس نتمشى في الشارع المصري شويه وهو الكلام هيجيب بعضه. ده علي فيموس صاحب اشهر عربيه كشري في دهب، راح دهب سنه 89. بعمل كشري، لا هنا انا بقالي كتير قبل ما تتولدي، يعني على ما اعتقد بقالي 30 سنه بالظبط. اهو علي فيموس ده فكره مشروع، لحد ما قرر انه يبيع الكشري على صينيه ويلف بيها دهب كلها ويقدمها للناس. الكشري بقى مش بيبوظ منك؟ لا طبعا، ده شغل بيتي ومعروف، فيمس فيمس فيمس. جامد يا عم علي. حبيب قلبي. كمصري مدمن كشري بعرف احكم على الكشري من الصوره، والصلصه اللي كانت على الكشري دي صلصه مخدومه، والراجل ده نفسه حلو جدا من الصوره، غير ان عنده قبول قدام الكاميرا غير عادي. ايه المشكله اما وشه ده يتحط على يافطه كبيره كده في شيراتون؟ انا ماشيه في وسط البلد، سالت الناس عن مكان بيعمل اكل بيتي، كلهم قالوا لي لازم تروحي عند ام هاجر، وقالوا لي ان الست دي المكان بتاعها هو متر في متر، بس مش مجرد مكان بيعمل اكل بيتي بس، لا هي ممكن تاكل شارع بحاله، بس تنزل عشان تعمل اكل شارع بحاله من غير ما تاخد فلوس خالص. يعني بتتاجر مع ربنا وفاهمه يعني ايه تجاره مع ربنا، وجماهيرها في المكان السياحي لان هي فاتحه في وسط البلد ومشهوره فيه عارفين ان هي ست بتتاجر مع ربنا، فست ليها اسم. كمل. نشوف حكايتها ايه. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الاخبار؟ هو انا محرجه جدا وانا جايه لك، يعني هو انا حصل معايا مشكله ان انا فلوسي وقعت مني ومش عارفه اسحب فلوس، فانا بعيده عن البيت وسالت عن مكان بيعمل اكل قريب، قالوا لي على حضرتك. هو بس انا مش معايا فلوس. انت عايزاه عليا ليه؟ بس ازاي؟ طبعا مش هستعطفك واقول لك ان البنت سالت على مكان تاكل فيه من غير فلوس فالناس قالوا لها روحوا للحاجه فلانه، لا لا لا، دي تجارتها وان شاء الله باذن الله ربنا هيعوضها عن اللي هي بتعمله. لكن تعالى بقى نتكلم بقى بشكل دنيوي، هي تصلح ولا لا تصلح؟ هضغطك يعني، قلت لي هتعملي لي اكل من غير فلوس، فانا بصراحه محرجه جدا. يعني اللي انت عايزاه، انا هنا اسمي انت جيت في مكانك فعلا، انا هنا ام الغلابه، واللي انت عايزاه من عينيا، بطاطس مسقعه، شوفي انت عايزه تاكلي ايه، ولو عايزه فلوس كمان وانت مروحه مش من عند ده، من عند الله. يعني حرفه وجوده وشهره وحب الناس اضافه لزهد وورع وتقى، ده غير تجارتها مع ربنا. يعني اللي تجرت وشاركت ربنا في رزقها هتعرف توفي وتخلص لشراكتها مع العبد. دي مش مديه حاجه من عند ربنا، انا ربنا خلقني وجابني هنا للغلابه بس. ليك يا شيخ الوش ده كده ما ينفعش كده يتحط على يافطه 20 متر في 20 متر في ال90، ولا في زهراء المعادي، ولا في وصلة دهشور في الشيخ زايد، بدل البراندات المقرره في كل حته خلاص حفظناها، اللي بنلاقيه هنا بنلاقيه هنا بنلاقيه هنا. تعملي اكل ايه طيب؟ انا بعمل بانيه وبعمل فراخ وبعمل مكرونه وبعمل رز وسندوتشات بطاطس وسندوتشات مسقعه. الدنيا لسه بخير يا حبيبتي، واللي انت عايزاه عينيا. بس الفيديو ده يعدي على واحد نجيب ساويرس في نفسه او تركي آل شيخ في شخصه، يعني حاجه كده. في كل حاجه يا ماما، في كل. ده محل كشري عادي يا باشا راجل منوران، السلام 31 للست الكل، وروح على السلام في الحاجه والدخله والصلاه، روح على السلامات، رز زياده، عدس زياده، حمص زياده، ورد زياده، صلصه زياده، لحمه زياده، كله زياده في الزياده، الكلام بيقول لك من اهل الزياده. يلا يا عم. الشخص بقى اللي كان بيتكلم وكان بينادي على الشغل ده اللي مش عادي، اللي مشروع، ده اللي فكره مشروع، طاقه وحماس وقبول وكلام وطريقه كلام، كل حاجه فيه مناسبه ان برضه وشه يتحط على يافطه 20 متر في 20 متر في الزمالك. واخيرا في نايل كروز بتطلع من القاهره وبتزور مزارات مفيش اي حد تاني بيزورها. ظهر قدامكم ده واحد اسمه رعد، والله العظيم ما اعرفه، بس من وجهه نظري انا احسن واحد بيقدم محتوى عن السياحه في مصر، احسن واحد. انا شخصيا قبل ما بقرر اروح فين لازم ارجع للصفحه بتاعته واشوف الاماكن اللي هو رشحها لي. 5 ليالي كامله في قلب النيل، بتركبها من القاهره او من نجع حماد، برحله مفيش مثيل ليها في مصر كلها. اثار العائله المقدسه في الجنوب، وده غير الاماكن الاثريه الكتير اللي بتعدي عليها، ومش محتاجه اتكلم عن جمال تجربه الكروزنج في النيل. اختصار ميكس جميل مش موجود في اي مكان تاني. برحله واحده ممكن من خلالها تزور معبد دندره ومعبد ابيدوس، ده غير اكتر اديره مشهوره في الصعيد. اصحاب رؤوس الاموال اللي عايزين يشتغلوا في السياحه يبصوا الرعد يا جماعه، طاقه وقبول واحترام، والنهارده محتوى عنده جماهير كتير. غير القبول يا جماعه والطاقه اللي بتتجدد كل يوم والحماس اللي بيزيد كل يوم من قبوله على السوشيال ميديا. اختاروا بقى وتصطفوا الناس دي يا جماعه، غيروا وشوش كده وجددوا اسامي شركات كده وجددوا الدم، ايه اللي هيجرى يعني؟ شغل جداوي نظيف. يجي بقى يا ابويا. ايوه ما شاء الله. ايش هذا؟ هذا حمر. ايوه هذا توم. ايوه. هذا نقدر نقول عليه بسباسو ونقدر نقول عليه شطه. شطه. ايوه شطه حمراء. ايوه. وما اسوي القليل اللي انا متوضي.
الحمد لله. يمني وفاتح مشروع خرمت ودني، انا ما بقليش الا وانا متوضي، معلش انا بحترم الكلام ده وبحبه يعني. يمني هو مجتهد في شوارع مصر، احنا ما بندعمش المصريين بس، احنا بندعم اي حد شقيان وعايزين نظهر الوشوش اللي فعلا تستاهل ان هي تظهر. الحمد لله. الحلقه دي لازم يكون ليها جزء تاني، الجزء التاني برضه هينزل النهارده او بكره بالكتير ان شاء الله. عايزين نوصل الصوره الحقيقيه لصغار المستثمرين اللي بيجوا هنا يستثمروا في الحفلات والمهرجانات واغاني المهرجانات، ونفكرهم ان احنا عايزين تغيير وشوش في مجالات تانية كتير. طبعا هي الارزاق بتاعت ربنا، بس احنا عادي ممكن نكون سبب.